أتواجد الآن هنا داخل مقر اللجنة المصرية، يعني في مدينة غزة، رغم الظروف الأمنية المعقدة ورغم موجات النزوح ورغم ما كان من مجاعة في قطاع غزة. اليوم كما تشاهدون توجيهات عظيمة سيكتبها التاريخ وسيخلدها أجيالنا، وراح تدرس في المدارس والجامعات بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهى المجاعة في قطاع غزة وكسر الحصار. الآن رجالنا تعمل وبكل قوتها رغم الاستهدافات القريبة من هنا، ونحن على مقربة من الاستهدافات، استهدافات المنازل، ولكن هذه الاستهدافات لن ولم تخيفنا. الآن الشاحنات وصلت. أعطيني صورة على الرجال. لمثلك ترفع القبعات سيد الرئيس، لأمثالكم ترفع القبعات شعبنا المصري العظيم. شكرا من هنا من أعماق القلب إلى هؤلاء الرجال الجنود الأبطال. هنا بدأت الحكاية ولن تنتهي. وداعا المجاعة، وداعا كل من راهن وقال بأن غزة ستموت من الجوع. وبعدما انهار أطفالنا أدخل الرئيس المساعدات وكسر المجاعة. شكرا مصر شعبا وقيادة وجيشا.